السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة زي ما انتم شايفين انا هعمل معاكم القعدة الدوارة او ادوات تزيين التورتة. عملنا قعدة في البيت بمكونات كنا بنرميها، وكمان عملت سكريبر المشرشر والمساوي، وعلشان نساوي بيهم التورتة لو احنا ما عندناش مكونات الادوات بتاعه تزيين التورته بحاجات كنا بنرميها، فاستغلتها وعملتها معاكم وما شاء الله جميله زي ما انتم شايفين ونفعتني والحمد لله. تعالوا بينا كده نسمي ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحطوا لي اللايك فضلا وليس أمرا، بحبكم في الله، يا رب دمكم نعمة في حياتي. هنا بقى استعنت بأبو شهد، وكنا قاعدين كده في السهرة بالليل وقلنا نعمل مع بعض القعدة الدوارة دي بحاجات موجودة عندي، وكلنا على ما أعتقد يعني الحاجات دي موجودة في البيت. جبت كده غطيين من غطيان الجرادل اللي احنا عندنا في كل البيوت، وعلبة كده علبة حافظة، يعني حافظة طعام من عندنا. أنا كنت خلاص مستغنية عن الحافظة دي ومش محتاجاها، فقلت خلاص أنا هجيبها. ومعانا قلم رصاص زي ما انتوا شايفين بيحدد بيه على الدايرة كده على القاعدة. طبعا لو عندك قلم سبورة، القلم اللي بنكتب بيه على السبورة بيكون أفضل طبعا في التحديد، أسرع وأسهل بسرعة، لكن هو ما كانش متوفر عندي فعملنا بالقلم الرصاص، مش هيقول لنا لأ. تمام كده. وجبنا كده العلبة وبنعمل لها فتحة من النص كده زي ما انتوا شايفين، ماسك السكينة كده وبيعمل فيها فتحة من النص. علشان الفتحة دي هنعمل فيها ايه؟ هنحط فيها المسمار، ولازم يكون معانا مسمار وصامولة. طبعا كل المسامير دي متوفرة في كل مكان، يعني لو المسمار مش متوفر عندك في البيت في الحاجات، في الأدوات اللي هي الكهربائية والحاجات دي، تقدري تجيبيه من أي محل عادي جدا، مش غالي ومش هيكلفك. طبعا انتوا عارفين ان القعدة الدوارة ما شاء الله يعني غالية جدا جدا، ف يعني احنا في غنى ان احنا نشتريها، ممكن نعملها في البيت، يعني مكلفة حوالي من 300 جنيه، ليه ان انا اجيبها ب 300 وانا اقدر اعملها في البيت. طبعا الفتحة بتاعة العلبة وكل الفتحات اللي احنا هنعملها، احنا هنعمل 4 فتحات، لازم تكون على قد المسمار بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. ابو شهد دخل المسمار في الفتحة فلقاها لسه ضيقة شوية، فحب ان هو ايه يظبطها بالظبط زي ما انتوا شايفين. الزوايد اللي فوق دي بقى هتنشال كده معانا بالسكينة وهنسويها، علشان لما نيجي نركب كل القعدة على بعضها ما يكونش فيه زوايد كده بتخليها تتمرجح. ومعايا كمان غطا زي ما انتوا شايفين كده، الغطا ده غطا صفيح، ولازم يكون غطا صفيح، ما ينفعش ان هو يكون غطا بلاستيك، لان ده اللي هيخلي معانا القعدة تلف. والغطا ده بتاع ايه؟ هو كان بتاع برطمان مربى صغير كده. تقدري تجيبي ازازه من اللي هي بتاعه الشربات، او ازازه مانجا عصير من اللي هي في المحلات، بتكون الغطا بتاعها برضو صفيح. المهم ان هو لازم يكون غطا صفيح، علشان ده اللي هيخلي القعده معانا تفر. هنعمل فيه نفس الفتحه اللي عملناها في العلبه، وهنعمل برضو الفتحتين دولت في الغطيين زي ما انتوا شايفين كده، وهتشوفوا معايا في الفيديو. الفتحات لازم تكون على قد المسمار، يعني المسمار ده معانا هو اللي بنتحكم من خلاله في الفتحة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا برضو اي زوايد كده بنعملها وما نخليش اي زوايد فيها ولا اي حاجة. هنعمل نفس الفتحة في الغطاء الابيض من النص برضو، تحاول ان هي تكون كده، يعني هو بعينك كده تشوفي النص فين وتعملي فيه الفتحة. ان شاء الله لما يتركبوا هيتركبوا قصاد بعض كلهم، وهتكون الفتحات مقابلة لبعضها كده، ومش هتكون واحدة طالعة عن واحدة. طبعا لو وصلتوا معايا لغاية هنا حبايبي ما تنسونيش باللايك، ويا ريت تكتبوا لي رقم اللايك علشان كتير منكم بينسى رقم اللايك، فضلا وليس امرا طبعا. وان شاء الله مستمرين في الفيديوهات، بس طبعا عايزة تشجيع منكم، وطبعا تعليق منكم حلو، التعليق بيحفزني كتير علشان انزل فيديوهات. هنا كمان بقى هنحتاج ايه؟ طبعا لو عندك عارفين الكرتونة اللي بيكون اللي هي بتاعت النتيجة بتكون جامدة ومتينة، لو متوفرة عندك يكون افضل طبعا، لكن بصراحة هي ما كانتش متوفرة عندي، فكانت الكرتونة ديت بتاعت طقم صواني كده اللي هو المستطيل، فلقيتها برضو تنفع ومتينة وجامدة فاستعملتها. مش هتقول لا. بناخد بقى مقاس الغطا اللي هو هيكون فوق، لكن الغطا اللي تحت اللي هو الاحمر احنا مش هناخد مقاس، وهنساوي بقى المقاس كده. طبعا
هنحدد بقى بسكينة بمقص، وبعد كده هنقصها وتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص احنا جمعنا بقى الادوات. فاضل ايه؟ فاضل ان احنا نلزق كده القاعدة في بعضها. طيب هنلزقها بايه؟ طبعا لو عندك مسدس شمع يكون حلو ويكون افضل. طبعا انا ما عنديش مسدس شمع، بس هنستعمل الشمعة. بس الاول هنعمل ايه؟ هنعمل السكريبر. هنعمله من ايه؟ من غطا علبة سمنة زي ما انتوا شايفين. كان عندي غطا علبة السمنة ده. فهناخد المقاس كده علشان نقسمها بالنص بالظبط. وهنجيب المقص عادي جدا، هي سهلة والغطا رفيع وخفيف مش تخين. وهنبدأ ان احنا نقصه من النص كده، وهناخد الاتنين قد بعض. وبعد كده هنشيل اي زوايد بقى الاحرف كده هنشيلها. وبعد كده نعمل 7 8 كده لغايه ما نعمل اللي هي ايه؟ السكريبر المشرشر. وهقول لكم في نهايه الفيديو ان كانت السكريبرات ديت كويسه وحلوه واشتغلت معايا ولا لا. طبعا انا عملت بيهم وهقول لكم ان هم حلوين ولا مش حلوين. استنوا بس معايا كده لنهايه الفيديو وان شاء الله نشوف النتيجه مع بعض. كده بقى بنشيل اي زوايد نازله واي زوايد كده زياده، ولو انت عايزه ترفعي عن كده مفيش مشكله. كده عملنا الاسكرابرات وخدنا بقى الحاجه كده، وهنلم معزلنا وندخل على البوتاجاز ومعانا الشمعه. هنسيحها زي ما انتم شايفين، وهنبدا ان احنا نعمل بقى نجمع القاعده على بعضها بعد ما عملنا الفتحات وبعد ما خدنا المقاسات، علشان نجمع القاعده ونشتغل عليها ونعمل عليها التورتايه بكل سهوله. طبعا القاعده بتساعد كتير في عمل التورته، علشان انا جربت كتير ان اعمل التورتايه من غير قاعده، بجد متعبه ومش بتطلع حلوه ومش بتكون حلوه. لكن هي على القاعده انت بتفريها وبتلفيها وبتمشي معاها في التزيين، فبتكون وانت طبعا بتجلسي التورتايه فبتكون سهله عليكي وبتكون حلوه. طبعا المسدس الشمعي بقى لو هو معاكي بيكون اسهل واسرع، لكن انا ما عنديش برضو مش هقف ومفيش حاجه هتوقفني. بنسيح الشمعة على عين البوتاجاز بالشكل ده كده، وبنحط وهنلزق بقى القاعده اللي عملناها الاول اللي هي العلبه. خلاص كده حطيناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونضغط عليها جامد علشان تمسك في بعضها. وطبعا هنا احنا بصراحة لقينا المسمار التاني كده كان مصدي، فغيرنا المسمار وجبنا مسمار ايه جديد كده وعملناه علشان يكون شكله برضو حلو ويعيش معايا برضو زمن، مش يكون مرة واتنين والمسمار يحل بسرعة ويترمي. زي ما انتوا شايفين كده خلاص احنا عملنا العلبة، لزقناها بالشمع ما شاء الله اهيت، القاعدة بتفر معايا وجميلة. طيب المسمار اللي فوق ده وغطا الجردل زي ما انتوا شايفين طبعا ما ينفعش ان احنا نسيبه كده. زي ما قلت لكم احنا عملنا الكرتونة علشان نحطها كده على احرف الغطا زي ما انتوا شايفين. طبعا بنلزق بقى بنسيح بقى الشمعة وبنحطها، والحتة اللي هنسيحها عشان الشمع ما ينشفش مننا فاحنا هنحطها بسرعة عليها، ولغاية ما نكمل بقى باقي الكرتونة بحالها. زي ما انتوا شايفين هنعمل الأحرف بتاعة الكرتونة بحالها لغاية ما نخلص القعدة والقعدة تخلص معانا وتكون خلاص خلصنا قعدتنا وعملنا قعدة من الحاجات اللي بتترمي عندنا وبنكون احنا مستغنيين عنها، فما كلفتناش حاجة. والقعدة ما كلفتنيش 300 جنيه ولا حاجة علشان اروح اشتريها دلوقتي، وهي اصلا مش متوفرة في المكان اللي انا فيه. زي ما قلت لكم قبل كده ان ادوات تزيين التورته مش موجوده عندي في المحافظه. دورت عليها كتير في محلات مستلزمات الحلواني ومش موجوده، فقلت لا يعني لازم اتصرف ولازم اعمل علشان اعمل عليها ايه لو انا هعمل تورتايه لبناتي ولا حاجه اكون ان انا عندي الحاجات. وبكده كونوا خلصنا القعده زي ما انتم شايفين وعملنا الاسكريبرات. وبكل امانه هقول لكم الاسكريبر انهي اللي هو طلع معايا حلو وجميل واستخدمته وما شاء الله. شايفين القعده جميله جدا، وكنت عملت عليها التورتايه ديت وكانت بجد مساعداني وحلوه وجميله. وبصراحه الاسكريبر المساوي هو اللي طلع معايا احسن من المشرشر. المشرشر واسع ومش كويس، لكن ده بصراحه جميل جدا جدا. ويا رب يكون مطولتش عليكم في الفيديو واكون افدتكم. وزي ما انتم شايفين الخطوط المشرشره اللي في التورتايه ديت انا عملتها بالمشط، سهل وحلو وجميل. المشط ده متوفر عندي في المطبخ ومخصصاه للمطبخ وبيعملها وبيخليها حلوه وجميله. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. اسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.